وقفة. فيا من تلبسين العباءة المزركشة، ويا من تلبسين عباءة الكسر، ويا من تلبسين العباءة الملتصقة على الجسد التي تفتن الشباب وتظهر المفاتن، هل تقبلين أن تكون هذه العباءة من يرافقك إلى المقبرة؟ لا تغفلي عن الموت أخيه، واعمري العمر بالطاعات وتجنبي الفواحش والمنكرات. اعلمي أن الطاعة محبة وتوفيق من الله، وأن المعصية خذلان وإبعاد. كان لرجل جارية قامت من الليل تصلي فأيقظته فلم يقم، فكررت إيقاظه فلم يقم، فتوضأت وأسبغت الوضوء وأخذت تناجي ربها، فاستيقظ فبحث عنها، فإذا هي ساجدة تناجي ربها وتقول: بحبك لي إلا ما غفرت لي. تقول وهي تناجي ربها: بحبك لي إلا ما غفرت لي. فلما انتهت قال لها: كيف علمت أنه يحبك؟ كيف علمت أنه يحبك؟ فقالت: لولا محبته لي ما أنامك وأقامني بين يديه. سمعتي؟ فهمتي؟ الطاعة محبة وتوفيق، والمعصية خذلان وإبعاد. أسألك بالله العظيم، أما تردد هذا الحديث على مسامعك مرات ومرات؟ لكن هل فهمت معناه؟ وهل عملت على أن تنجي من الوعد والوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. اسمعي بارك الله فيك، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. وفي رواية: العنوهن فإنهن ملعونات. أسمعتي؟ هل استشعرت عظيم الأمر والخطر؟ لا يدخلن الجنة ولا حتى يجدن ريحها، وعيد تهتز لهوله الأبدان. ثم في قوله: العنوهن فإنهن ملعونات، والله إنها لدعوة تخشاها العقول قبل القلوب. هذا عن الوعيد، فكيف أنت بمن توعدن به؟ كاسيات عاريات، أما رأيتيهن في الأسواق والمجمعات؟ لبسن عباءات على آخر الصرعات والموديلات، علقن العباءات على الأكتاف، فبدت الصدور بارزة والجسوم مخصرة، وغطاء وجه يشكو إلى الله استغناء صاحبته عنه. ما درت أن الحجاب والعباءة ليس للزينة، إنما لستر الزينة وإخفائها. أسألك بالله، أهذه العباءات الفاضحة تليق بحفيدات عائشة وفاطمة؟ إذا خطبت قالت: أنا بالنفس واثقة، حريتي دون الهوى سد. قلت أنا: ضدان يا أختاه ما اجتمعا، دين الهوى والفسق والصد. والله ما أدرى بأمتنا إلا ازدواج ما له حد. المأساة الخامسة بدون عنوان، لأنني والله احترت ماذا أقول وكيف أعنونها، فاختاري أنت بعد سماعها عنوانا. وأما الصنف الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة أيضا، قال: ونساء كاسيات عاريات. تصور إلى بلاغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير العجيب: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها